مبارك هدد بطرد عادل إمام من مصر بسبب جواز بنته، وقال له انت مش عارف العريس ده ابن مين؟ جوازة بنته كانت هتنهي مسيرته وتطرده بره مصر. الزعيم لعبها صح وخرج من الأزمة لما فنه اصطدم بالسياسة. مكالمة من مبارك غيرت كل حاجة. في كواليس الفن والسياسة ساعات بتظهر حكايات أغرب من الخيال. واحدة من الحكايات دي هي اللي حصلت لعادل إمام، وده كان وقت جواز بنته، واللي وصلت الأمور فيها لدرجة إن الرئيس حسني مبارك نفسه اتدخل ووجه له تهديد مباشر. بس يا ترى إيه اللي حصل؟ وليه اتدخل مبارك؟ وليه جواز عائلي ممكن يوصل لطرد الفنان الأشهر في مصر من البلد كلها؟ قبل ما أبدأ حكايتنا النهاردة اعمل لي لايك وشارك الفيديو واشترك معايا عشان يوصلك كل الحكايات الجديدة اللي بقدمها لكم. خلينا نبدأ. معقول الزعيم اللي معروف بعلاقته القوية بالسلطة لدرجة ان الناس كانوا بيقولوا عليه فنان الدولة وكان من اقرب المقربين للرئيس الاسبق حسني مبارك يحصل معاه كل ده، وفجأة الدنيا تتقلب عليه وتتقلب بينه وبين النظام بسبب جوازه؟ الحكاية كلها بدأت لما بنته الوحيدة سارة قررت تتجوز من زميلها في الجامعة. زميلها ده كان اسمه أحمد نبيل مقبل، اللي هو ابن واحد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الجيزة. سارة كانت أقرب ولاده لقلبه، متخرجة من كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية وعاشت قصة حب مع أحمد من 4 سنين. ولما جه يتقدم لها راحت قالت لمامتها اللي هي هالة الشلقاني، واللي بدورها قالت لعادل إمام. الزعيم وقتها اتصدم وفضل محتار يعمل ايه، خصوصا ان والد العريس كان معروف بانتمائه للإخوان، الجماعة اللي هو نفسه هاجمها في كذا فيلم من أفلامه زي الإرهاب والكباب وطيور الظلام. لكن سارة وقفت قدامه وقالت له أنا بحبه وملوش علاقة بالسياسة ولا بأفكار أبوه، ومن كتر حبه ليها وعلشان هو رباهم على الحرية وافق وقال لها أنا مش هرفض لك طلب، بس التمثيل لأ، عمرك ما هتمثلي أبداً. وفعلا في 2003 اتعملت الخطوبة في أضيق الحدود من غير ضيوف ولا ضجة ولا معازيم، بس جوه الكواليس كانت في نيران مشتعلة. المرشد العام وقتها رفض الجوازة وقال ازاي واحد من ولاد الجماعة يتجوز بنت فنان هاجمنا في السينما. لكن والد العريس نبيل مقبل دخل بنفسه وأقنعهم ان هي حياته الشخصية والولاد بيحبوا بعض. وهنا بقى المفاجأة الكبرى، لما حسني مبارك عرف بالخطوبة استدعى عادل إمام للقصر وقال له بصوت عالي ازاي توافق بنتك تتخطب لابن نبيل مقبل؟ انت مش عارف ده مين؟ عادل إمام قال له الولد محترم وبيحب بنتي وهي بتحبه وانا وعدتهم وما ينفعش ارجع في كلامي. مبارك اتنرفز وقال له انت حر بس انا مش راضي. الزعيم ما تراجعش وبعد 6 شهور راح القصر يدعو مبارك لحضور فرح بنته. مبارك بصله وقال له برضه نفذت اللي في دماغك ومش خايف من جمهورك؟ الزعيم رد عليه الولد ابن حلال وبيحبها، لكن مبارك رفض الدعوة وقال له طلبك مرفوض. المفاجأة الأكبر كانت لما راح يدعو جمال وعلاء مبارك واعتذروا له بلطف. وفي صيف 2004 اتعمل فرح سارة وحضر القران كبار قيادات الإخوان والمرشد العام مهدي عاكف وقتها، والمأذون كان الشيخ محمد طنطاوي شيخ الأزهر. نظام مبارك كان في حالة غضب شديد، وفي مصادر بتقول إن مبارك كان بيفكر يطرد عادل إمام من مصر، لكن مستشارين مقربين ليه قالوا له أنت هتخسر الزعيم، ده شعبيته طاغية في مصر والوطن العربي. مبارك سمع الكلام لكن بدأ يضايق عادل إمام بطرق تانية، زي إنه حط عراقيل قدام عرض فيلم السفارة في العمارة وحذف منه مشاهد كتير واتأخر طرحه. وفي 2010 حضر الزعيم عزاء بنت نبيل مقبل، وده فتح باب جدل كبير وناس قالت انه بيجامل عشان النسب، لكن الحقيقة ان عادل امام كان بيلعبها صح وخرج من الازمة دي بأقل خسائر علشان سعادة بنته كانت عنده اهم من رضا السلطة. الزعيم من اكتر الفنانين اللي لعبوها صح وعرفوا يمشوا على جميع الحبال، ده واحد من اذكى وامكر اللعيبة في ملعب السياسة والفن. عرف ازاي يكسب الجمهور ويكسب السلطة ويكسب المعارضين ويخرج من أي أزمة بأقل خسارة. اشتغل مع السادات وتقرب من مبارك وفضل محافظ على مكانته أيام مرسي والسيسي، ولا اتمنع له ولا فيلم ولا اتقطع له مشهد ولا اتشله حتى مسلسل. حتى في عز الخلافات السياسية كان دايما محايد يضحك على الكل بس من غير ما يعادي حد، وعلشان كده فضل الزعيم طول الوقت مش بس كده ابن الدولة لكن برضه ابن الناس، ودي معادلة صعبة محدش يعرف يلعبها زيه. عارف امتى يقول وامتى يسكت، وعارف امتى ينتقد وازاي ينتقد من غير ما يتمنع له فيلم
وعارف امتى يقدم افلام سياسية وفي نفس الوقت يحافظ على علاقاته مع السلطة. لكن الموضوع لما وصل لبنته اختار قلبه قبل السياسة واختار رضاها قبل رضا الريس. في النهاية قولي في الكومنتات ايه اكتر فيلم بتحبوه لعادل امام، لاني كده خلاص وصلت لنهاية حكاية النهاردة. اتمنى حكايتنا تكون عجبتكم، وزي ما عودتكم وعودتوني شاركوني بارائكم، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.